بتخيل معايا مشروع سري مخبيه لنا اسرائيل، الهدف ديالو هو التوسع دوله وحده حتى تولي كتسيطر على اراضي ديال 8 ديال الدول في الشرق الاوسط. مشروع كيجي من نهر النيل اللي في مصر حتى نهر الفرات اللي في العراق، مساحات هائله كتضم فلسطين ولبنان والاردن واجزاء كبيره من سوريا والعراق وحتى اجزاء من السعوديه والكويت ومصر. وهذه الفكره معروفه عند بزاف ديال الناس باسم اسرائيل الكبرى، واللي كيعتبروا بعض التيارات ارض الميعاد. ولكن السؤال الكبير هو واش بصح كاين مشروع بهذا الحجم ولا غير فكره دينيه وسياسيه كيناقشوا عليها الناس؟ دابا الغريب في الامر هو ان اي دوله في العالم عندها حدود واضحه اللي كتحدد فين كتبدا وفين كتسالي، الا دوله وحده في هذه المنطقه اللي الحدود ديالها بقات ديما موضوع جدل كبير. اسرائيل رسمت الحدود ديالها مع مصر والاردن عبر اتفاقيه السلام، لكن الحدود ديالها مع لبنان وسوريا والضفه الغربيه وغزه مازال ما تحدداتش بشكل كبير. وهذا الشيء كيخلي بزاف ديال الناس انهم يتساءلوا واش هذا الغموض غير صدفه او لا كاين شي سبب وراه. في العاده الا بغينا نعرفوا الحدود ديال اي دوله كنرجعوا للدستور ديالها، حيث الدستور كيكون فيه تحديد واضح للاراضي والحدود. لكن المفاجاه اسرائيل اصلا ما عندهاش دستور كامل باش كيحدد لها الحدود ديالها بشكل نهائي. اول رئيس وزراء ديفيد بن غوريون كان تسول على هذا الموضوع بزاف ديال المرات، وكان الجواب ديالو صريح، قال بان وجود دستور غادي يفرض عليهم انهم يحددوا الحدود الرسميه ديال الدوله، وزاد قال ان الحدود الحاليه ماشي بالضروره هي الحدود النهائيه، ورغم انه ما كاينش خريطه رسميه معترف بها عالميا كتسمى إسرائيل الكبرى، لكن في بعض المرات كيبانوا إشارات مثيرة للجدل. فمثلا خلال الحرب على غزة انتشرت واحد الصورة ديال واحد الجندي إسرائيلي لابس شارة فيها خريطة موسعة لإسرائيل، وكذلك وزير المالية الإسرائيلي بيدمان في واحد المؤتمر قدام منصة فيها خريطة مشابهة. وزيد عليها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكلم على أفكار مرتبطة بالرؤية التاريخية والدينية ديال أرض إسرائيل. في بعض التفسيرات الدينية اليهودية كتقول أن الأرض اللي ما بين النيل والفرات هي أرض اللي وعد بها الله بني إسرائيل في النصوص القديمة. لكن في المقابل كاين بزاف ديال الباحثين والسياسيين اللي كيقولوا ان الفكره ماشي مشروع رسمي متفق عليه، وانها بقات غير فكره دينيه او سياسيه. دابا باش نفهموا مزيان هذه الفكره ديال اسرائيل الكبرى خاصنا نرجعوا شويه للتاريخ، تقريبا في النهايه ديال القرن 16. في ذاك الوقت كانت كتشكل الحركه الصهيونيه اللي كان كيقودها واحد الشخص كيعتبروه بزاف ديال الناس الاب الروحي ديال الصهيونيه الحديثه اللي سميتو ديتور هيرزل. الهدف ديال هذه الحركه كان واضح، هو انشاء دوله ديال اليهود. هيرزل كان كيتصور الحدود ديال هذه الدوله المستقبليه كتمتد من نهر الفرات حتى نهر النيل، وحتى انه دار تصور كامل كيفاش ممكن تحول هذه المنطقه اللي كانت فيها اغلبيه عربيه الى منطقه فيها اغلبيه يهوديه بشكل تدريجي. الفكره كانت انهم خاصهم يقوموا بتسهيل ديال الهجره ديال اليهود من اوروبا للمنطقه، ومن بعد يتم تأسيس الدولة اليهودية. ومن بعد جاء مفكر صهيوني آخر مهم هو الاسم ديالو جابوتينسكي، اللي كيعتبروه الأب الروحي ديال الفكر السياسي اللي خرج منه لاحقا الحزب ديال نتنياهو. جابوتينسكي كان كيتبنى حتى هو الفكرة ديال الوطن القومي ديال اليهود، خاصو يشمل كامل فلسطين التاريخية وحتى الأردن. وما بين الأفكار اللي كيتكلموا عليها بعض المحللين اليوم كاين مشروع كيتم سميتو ممر داوود، وهذا المشروع حسب بعض المقالات فهو واحد الممر بري استراتيجي الهدف ديالو يربط إسرائيل بمنطقة نهر الفرات. الممر كيبدا حسب التصورات من مرتفعات الجولان السورية اللي كتحتلها إسرائيل، ومن بعد كيمر عبر مناطق في جنوب سوريا بحال القنيطرة وضرعا، ومن ثم كيتجه شرقا نحو السويداء. من بعد كيواصل حتى لمنطقة التنف واللي فيها قاعدة عسكرية أمريكية وكتحكم في الطرق مهمة كتربط ما بين سوريا والعراق. ومن ثم ممكن يمتد الممر نحو شمال شرق سوريا حتى يوصل لمنطقة نهر الفرات، وهي المنطقة اللي كاين فيها حضور كبير ديال الأكراد. ومن بعد غادي يربط هذا الممر مع إقليم كردستان العراق عبر الحدود ما بين سوريا والعراق. الفكرة هي تمركز قوات على طول هذا الممر، بهذا الشكل يكون عند إسرائيل ممر استراتيجي داخل المنطقة. في واحد من التصريحات اللي قال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل يمكن أنها تنشأ منطقة منزوعة السلاح كتمتد من مرتفعات الجولان حتى السويداء مرورا عبر القنيطرة ودرعا، وكيقول أن الهدف هو حماية الأقليات وإقامة ممر إنساني. لكن بعض المحللين كيشوفوا أن هذه الفكرة ممكن تكون مرحلة أولى من مشروع أكبر. حاليا إسرائيل كتسيطر على مرتفعات الجولان السورية منذ عقود، وباش نفهموا السياق أكثر خاصنا نرجعوا لواحد الحدث مهم بزاف في التاريخ ديال المنطقة اللي هي الاتفاقية اللي رسمت الحدود الشرق الأوسط الحديث. في ذاك الوقت كانت الدولة العثمانية متحالفة مع ألمانيا ضد الدول الحلفاء اللي كانت كتقودهم بريطانيا وفرنسا. الحركة الصهيونية دعمت بريطانيا سياسيا وماليا، وكان الهدف هو الاستفادة من هزيمة الدولة العثمانية اللي كانت كتسيطر على أغلب الأراضي ديال الشرق الأوسط. وفعلا بعد نهاية الحرب وهزيمة ديال العثمانيين بدأت القوى الأوروبية تعيد رسم خريطة الحدود، وهنا
تم تقسيم بزاف ديال الاراضي وفق اعتبارات سياسيه وطائفيه وعرقيه، وهذا التقسيم كان عنده تاثير كبير على الصراعات اللي عرفتها المنطقه. ومن بعد تولات بريطانيا اداره ديال فلسطين، وخلال هذه الفتره تسهلات الهجره ديال اليهود من اوروبا نحو فلسطين، ومع مرور السنوات وصل عدد اليهود في فلسطين أكثر من 600 ألف شخص. وهنا خرج قرار من أمريكا كيقترح التقسيم ديال فلسطين إلى دولتين، دولة يهودية ودولة فلسطينية. الفلسطينيون رفضوا هذا التقسيم بينما الحركة الصهيونية وافقت عليه. الفكرة عندهم كانت أنهم أولا يحصلوا على اعتراف دولة جديدة، ومن بعد يبينوا قوة عسكرية قوية. في 1948 تم إعلان قيام إسرائيل. مباشرة بعد الإعلان دلعت واحد الحرب كبيرة ما بين إسرائيل وعدة دول عربية، وانتهت الحرب بسيطرة إسرائيل حوالي 78% من الأراضي ديال فلسطين. وخلال هذه الحرب وقع نزوح مئات الآلاف ديال الفلسطينيين، وتم تدمير مئات القرى الفلسطينية. من بعد عام 1967 توسعت السيطرة الإسرائيلية أكثر. في 6 أيام سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان، وهذه المساحة كانت أكثر من 3 مرات من الأراضي اللي سيطرت عليها سنة 1948. مصر استرجعت سيناء من بعد اتفاقية السلام عام 1973، لكن هضبة الجولان بقت تحت السيطرة الإسرائيلية حتى اليوم. بزاف ديال المحللين كيقولوا أن الاستراتيجية الإسرائيلية غالبا كتقوم على استغلال الظروف السياسية أو الحروب باش تحقق مكاسب جديدة، ولكن من جهة أخرى الدور ديال أمريكا في هذه المعادلة مهم بزاف، حيث واشنطن كتعتبر إسرائيل حليف استراتيجي رئيسي في المنطقة، ولهذا كتقدم لها دعم عسكري كبير من خلال تزويدها بأسلحة متطورة ومساعدة في بناء أنظمة دفاعية متقدمة. في النقاشات السياسية كاين اللي كيقول أن قوة إسرائيل العسكرية ومشاكل الانقسام كيخلي الميزان يميل لصالحها. وفي بعض الصراعات الإقليمية إسرائيل كتدخل عسكريا أو سياسيا، بحال في الضربات الجوية اللي وقعت في لبنان. وفي هذا الصراع نفسه تم اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله خلال إحدى عمليات العسكرية. وهكذا كيبقى النقاش مفتوح، واش بصح كاين مشروع توسيع كبير كيتطبق على مراحل، أو لا هذه الفكرة غير تحليل سياسي كيختلفوا عليه الناس. دابا اللي مؤكد هو أن التاريخ ديال ديك المنطقة معقد بزاف، وأن الصراعات اللي فيها مرتبطة بالتاريخ والسياسة والجغرافيا. دابا إلا مشينا لواحد الجزء آخر من الصراع في المنطقة غادي نلقاو بزاف ديال الأحداث كتزيد تعقد في الصورة أكثر. في لبنان مثلا وقعت بزاف ديال التوترات العسكرية على الحدود في السنوات الأخيرة. الجيش الإسرائيلي دخل المناطق في الجنوب ديال لبنان ورفض أنه ينسحب منها بسرعة بحجة أنه خاصو يضمن الأمن ديالو، وحتى أن إسرائيل بدأت في بعض الفترات بناء جدار أمني قريب من الحدود داخل مناطق متنازع عليها. وفي النقاشات السياسية كاين اللي كيقول أن بعض التيارات داخل إسرائيل كتشوف أن دول أخرى في المنطقة بحال العراق داخله حتى هي في التصورات ديال إسرائيل الكبرى. وبعض التفسيرات الدينية المتشددة كتقول حتى أن هيكل سليمان ما يمكنش يتبنى حتى يتحقق ما كيعتبروه بنبوءات مرتبطة بتاريخ بابل القديمة. ومن جهة أخرى كاين بزاف ديال الناس كيربطوا ما بين الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والدعم ديال اللوبيات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن. الولايات المتحدة دخلت في الحرب في ذاك الوقت بحجة أن العراق كيمتلك أسلحة دمار شامل، ولكن من بعد تبين أن هذه الأسلحة ما كايناش. وهذه الحرب جرت العراق لسنوات طويلة من الفوضى والصراعات الداخلية، وخلات البلاد تدخل في واحد المرحلة صعيبة بزاف سياسيا وأمنيا. وبزاف ديال المحللين كيقولوا أن هذا الشيء عطى فرصة لإسرائيل باش تتخلص من واحد من أقوى الجيوش العربية اللي كان ممكن يشكل تهديد لها في المستقبل. أما في سوريا فالوضع هنا معقد بزاف. إسرائيل كتسيطر على هضبة الجولان منذ حرب 1967. مع الحرب الأهلية السورية زادت التوترات العسكرية في الحدود. في بعض الفترات إسرائيل دخلت حتى المناطق كانت مصنفة منزوعة السلاح قرب الجولان، وقامت بعدة ضربات جوية داخل أراضي السورية. حتى بعض التقارير كتقول أن إسرائيل كتفضل يبقى جنوب سوريا منطقة ضعيفة عسكريا هكا باش ما يكونش تهديد مباشر لها. أما في فلسطين فهنا الموضوع مختلف شوية. في الضفة الغربية كاين توسع كبير ديال المستوطنات الإسرائيلية، وهذه المستوطنات هي تجمعات سكنية ديال اليهود كتبنى فوق أراضي احتلتها إسرائيل سنة 1967. المستوطنين كيزيدوا عام بعد عام، ودابا العدد ديالهم وصل تقريبا ل 700 ألف حتى 800 ألف مستوطن. وبزاف ديال الفلسطينيين كيشوفوا أن هذا التوسع كيصعب بزاف الإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا في المستقبل. أما قطاع غزة فالوضع مختلف تماما. إسرائيل سحبت المستوطنين ديالها من غزة سنة 2005، ولكن من ذاك الوقت القطاع بقى تحت الحصار مشدد. الدخول والخروج من غزة محدود بزاف،
وغالبا كيكون عبر معبر رفح اللي كيربط ما بين غزه ومصر. وبسبب هذا الوضع بزاف ديال المنظمات الدوليه كتوصف غزه بانها واحده من اكثر المناطق كثافه سكانيه وصعوبه في العالم. قطاع غزه فيه حاليا تقريبا 2 مليون فلسطيني، وكيتعرض مرات كثيره للقصف ومعارك بين اسرائيل والفصائل الفلسطينيه، وهذه المواجهات خلات آلاف الضحايا المدنيين عبر السنين، وزاد تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة. وهكذا كيبقى الصراع في الشرق الأوسط واحد من أكثر الصراعات تعقيدا في العالم، حيث فيه تداخل كبير ما بين التاريخ والدين والسياسة والجغرافيا، والنقاش حول فكرة إسرائيل الكبرى ولا حول مستقبل المنطقة كيبقى مفتوح، حيث كاين اختلاف كبير في وجهات النظر والتحليلات بين السياسيين والباحثين. دابا في النظر ديالكم، واش اللي واقع اليوم في الشرق الأوسط مجرد صراعات عادية أو جزء من خطة أكبر كتخدم عليها منذ سنوات طويلة؟ بغيت الرأي ديالكم في الكومنتيرات، ما تنساوش الاشتراك في القناة. حياكم الله.